وصفتنا لليوم من أهم الوصفات على السفرة الرمضانية بمناسبة هالشهر الفضيل، ويلي هي شوربة العدس. رح نشوف طريقة عملها بطنجرة النينجا لتطلع معكم شوربة خرافية بكل سهولة وبساطة، وطعمتها بتنافس الشوربات الموجودة بأفخم المطاعم. بالإضافة لذلك رح نشوف طريقة قلي الخبز بطنجرة النينجا لنحصل على خبزات مقرمشين ومنظرهم بشهي وبطريقة صحية وبسيطة وسهلة. فتابعوا الفيديو للآخر ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وتفضلوا نبدأ. رمضان تجلى ابتسم السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم متابعينا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم بخير، وإن شاء الله ألف مبروك عليكم هالشهر الكريم، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. وبوصفتنا لليوم رح نحتاج لكاسة من العدس الأحمر، عدس الشوربة. طبعا أنا مستعمل هون حبة كاملة مثل ما انكم شايفين، هذا بيطلع أزكى بالشوربة. أما بالنسبة للخضروات يلي رح نحتاجها لهي الوصفة، رح نستعمل حبة من البطاطا متوسطة الحجم، بالإضافة لبصلة ونص تقريبا، آخر شي 3 حبات من الجزر. أما بالنسبة للمي فرح نحتاج 5 كاسات من المي لكل كاسة عدس، ورح نضيف كمان كاستين من المي كرمال الخضرة يلي مستعملينها بالوصفة. منغمض عين ومنفتح عين، بتكون الخضرايات مقطعين والعدسات مغسلين والبهارات جاهزين. منغسل العدسات شي 3-4 وجوه لحتى ميتهم تصفى وتكون أمورهم تمام. حبة البطاطا منقطعها ناعمة، والجزرة منقطعها مثل ما نكون شايفين. ومنحاول ننعم البصلات قدر الإمكان. أما بالنسبة للبهارات فرح نحتاج ملعقتين صغار من الملح، نص معلقة صغيرة من الكركم، بالإضافة لنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، آخر شي ملعقة صغيرة من الكمون. ومنشغل طنجرة النينجا ومنحطها على النظام الأول، نظام سوتيه أو نظام الطبخ العادي. رح نبلش أول شي بقلي البصلات، رح نضيف 3 معالق كبار من الزيت مثل ما نكون شايفين، ومنضيف فوقن البصلات ومنحركن لحتى يدبلوا، ومنحط لهم شوية ملح كرمال يدبلوا بسرعة. بس دبلوا البصلات منضيف فوقن الجزرات ومنحركن مثل ما انتم شايفين، نحركهم شوي، وبعدين بنضيف البطاطا. طبعا ملاحظة اخواتي بالنسبة للجزر مساوينهم شرايح هيك لانه اول شغلة عم نساويهم بالضغط. ثاني شي بس استوت الشوربة رح نخلطهم بالخلاط، وهلأ بنشوف مع بعض كيف الطريقة. وبعدين بنضيف العدسات كمان بنحركهم حوالي دقيقتين كرمال نقلي العدسات مع الخضرة. ومنبلش نضيف المي مثل ما قلت لكم، بنضيف 5 كاسات لكل كاسة عدس، وراح نضيف كاستين مي إضافيات مشان الخضرة. طبعا انتوا الخضرة اذا بتحبوا تزودوها اكتر زودوا المي، اذا بتحبوا تنقصوا الخضرة كمان بتنقصوا المي. اما بالنسبة لعيار العدس فعياره ثابت، كل كاسة ب5 كاسات مي. منسكر الغطا ومنوقف برنامج سوتيه، ومنقلب على البرنامج الثالث برنامج الضغط. رح نستعمل النظام الثاني نظام كويك ريليس اطلاق البخار بشكل سريع. رح نحتاج لضغط عالي HE، ورح تاخذ وصفتنا 8 دقائق من الوقت. وبنكبس على زر ستارت ليبدأ البرنامج. رح تبدأ بتحضير البخار وتعد الخطوط لحتى يصيروا 8، وبعدها بتنتقل لعد الوقت بعد تنازلي، وبس انتهى الوقت بتعطي إنذار وبتطلق البخار بشكل تلقائي. وبس خلصت مطالعة البخار بنسمي بسم الله وبنفتح الغطاء. بسم الله. وبس شفتوا الجزرات هيك فايشين على الوجه وصافين رتلا أحاديا رتلا ترادف، بتكون أمورهم تمام. نسحب لنا جزرة وبنتأكد من درجة الاستواء. طبعا الريحة شيناها، ومثل ما انكم شايفين جزرات رايحين نيفا، فالأمور تمام. منطالع هالطنجرة ومنحطها برا، وراح استعمل الهاند بلندر ومنبلش نخلطها. طبعا هي مباشرة بتروح معكم نيفا، بس هيك شوية خلط بتصير أمورها ممتازة. إذا ما عندكم هاند بلندر تقدروا تستعملوا الخلاط العادي كمان بيشتغل. وإذا ما عندكم لا هي ولا هي بتحاولوا تنعموا الخضرة قدر الإمكان، وخاصة الجزر لأنه الجزر هو أكتر شي بيضل ماسك، يعني بتترموه ترم ناعم. وبس خلصت الضغط بتقلبوا على نظام سوتيه تقريبا حوالي دقيقتين 3 مع تحريك مستمر، وإن شاء الله بتطلع معكم غير شكل. شوفوا لي ما شاء الله كيف صار قوامها بشهي بعد ما خلطناها. آخر شي بنضيف المكون الرئيسي يلي بيعطيها نكهة بتشهي، يلي هو زيت الزيتون.
وإذا ما عندكم زيت زيتون بتضيفوا زبدة. رح نضيف معلقتين زيت زيتون، إذا بدكم تضيفوا زبدة ضيفوا معلقة وحدة. نعمل لها تحريكة مثل ما انكم شايفين، ومنغطيها ومنحطها على جنب، ومننتقل لوصفتنا الثانية. خلينا ننتقل لطريقة تسوية الخبز المقلي طنجرة النينجا. بتقطعوا لكم رغيفين خبز أو 3 حسب الكمية يلي بدكم إياها. أنا هون مستعمل رغيفين ونص تقريبا. بنحط لهم معلقتين زيت زيتون، ومنحركهم منيح لحتى تقريبا كل خبزة هيك تاخد لها شوية زيت، ومنكتهم بقلب سلة القلي، منفرفدهم هيك. منشغل الطنجرة ومنحط على النظام الأول، ورح نستعمل البرنامج الأول برنامج الشوي على الهواء، برنامج آي فراي. رح نحتاج لدرجة حرارة 190 درجة، ولوقت رح نحتاج ل8 دقايق من الوقت، وبنكبس على زر ستارت ليبدأ البرنامج. طبعا اخواتي بالنسبة للوقت ممكن يختلف شوي إذا كانت الكمية أكتر أو أقل. بشكل عام الشوي بطنجرة النينجا بيعتمد على حسب الكمية، إذا كانت الكمية كتير لازم نزود وقت، وإذا كانت الكمية أقل لازم ننقص الوقت. ولهالسبب لازم نراقب الطنجرة بآخر الوقت، تقريبا آخر دقيقتين أو 3 لازم دائما نراقب الطنجرة. إذا كان لسه بدها بنعطيها وقت زيادة. إذا لقيتوا وصفتكم تحمرت طفوا الطنجرة وبتكون أموركم تمام. ملاحظة تانية إخواتي بالنسبة لقلي الخبز، بنصحكم تقلوا الخبزات أول وأنتوا عم تقطعوا الخضرة، كرمال ما نرجع نفضي الشوربة ونغسل الطنجرة ونتعذب على الفاضي. كمان أنا هيك سويت، أول شي قليت الخبزات وبعدين بلشت بالشوربة، بس رتبت لكم الفيديو هيك كرمال ما تتلخبطوا وسهل عليكم الخطوات. وهيك بكون خبزاتنا جاهزين ومقرمشين، وبنفس الوقت صحيين مو مشربين زيت. نقدر نستعملهم للفتوش، نقدر نستعملهم للشوربة. وكمان اخواتي بالنسبة للأشخاص يلي بتفضل التوست مع الشوربة، كمان بنقطعهم بنفس الطريقة وعلى نفس الوقت وعلى نفس النظام، وبيطلعوا معكم غير شكل ومقرمشين. هلا بنصب شوربة العدس بهالزبدية، وشوفوا لي ما شاء الله على هالقوام. يعني ما شاء الله طلعت شوربة خرافية، وقوامها بشهي، وشي فاخر على الآخر. وبتشكل سوا هيك بعود نعناع مشان المنظر. بتصبوا هالخبزات بجنبها، بتحطوا لكم صحن تمر، وبتكون أموركم تمام. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم بأسرع وقت وأقل جهد مع طنجرة النينجا. يعني تقريبا 10 دقايق ربع ساعة بتكون جاهزة، وإن شاء الله طعمها خرافي وراح يعجبكم. وللأسف ما راح أقدر دوق لأنه الدنيا رمضان مثل ما بتعرفوا صايمين. وبالختام إخواتي بتمنى تدعموا الفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس كرمال تشجعونا ونعملكم إن شاء الله هيك وصفات خرافية وبتعجبكم. وكتبوا لنا بالتعليقات شو حابين نصور لكم برمضان، وإن شاء الله فطور شهي. سلام.